احمد سانتا نزل تراك جديد، تراك هنتكلم عنه فنيا كتير قوي، هنتعمق فيه وهنحلل البارات والشغل العادي بتاعنا يعني. بس قبل ما نتكلم عن التراك نفسه هنتكلم عن الجدل اللي حصل حوالين التراك. التوقيت اللي التراك ده نزل فيه هو اللي خلق الجدل ده كله. امبارح ويجز نزل البوم جديد، والالبوم ده سبب ردود افعال كتير، معظمها كانت ضد ويجز، معظمها كان مش عاجبها الالبوم. فانز ويجز نفسهم ما عجبهمش الالبوم، وابيدو نزل فيديو 13 دقيقه بيهاجم فيه الالبوم وبيقول ان هو اسوأ البوم في تاريخ ويجز. خش شوفوا الفيديو، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. وسانتا نزل ستوري فيها اسم دواء بيعالج الشعور بالغثيان، الشعور بالغثيان ان انت حاسس ان انت عايز ترجع. فالناس ترجمت ان هو يقصد ويجز، ان هو من كتر ما البوم ويجز وحش هو عايز يرجع، فاهم؟ وهنا نقف شويه، هل الستوري دي اتذكر فيها اي حاجه على ويجز؟ لا. طب ليه الناس ترجمت انها على ويجز؟ لان البوم ويجز كان وحش جدا. فلو ويجز رد او اي حد حب يدافع عن ويجز على اعتبار ان الستوري دي نازله على ويجز، فهو كده بيثبت على ويجز ان الالبوم كان زي الخرا ووحش لدرجه ان انت تبقى عايز ترجع لما تسمعه. فمين الغبي بقى اللي قرر ان هو يرد على الستوري دي؟ واحد مش هقول اسمه لان بجد انا مش فاهم ده مشهور ليه او ده معروف ليه او ايه الحاجه اللي هو بيقدمها. هل ده فنان بجد؟ هل في حد بيسمع الحاجات اللي هو بينزلها؟ انا كنت فاكر ان هو بيعمل كوميديا بالمزيكا مش اكتر، بس مش اغاني بجد يعني. فاحنا مش هنعتبره فنان، هنعتبره كوميديان. بجد اكتر حاجه مضايقاني وبتخليني اجد كده في الراب سين ده من وقت ما الراب سين اتشهر، ان انت بتلاقي ناس مالهاش اي علاقه بالمجال نطه كده في الراب سين وعامله نفسها جوه السين، فاهم؟ وهم بجد يعني مش عارف، مش هعرف اتكلم من غير ما اشتم. فبلاش، خلينا نلف ونرجع تاني. الشخص الوحيد اللي ليه الحق ان هو يرد على الستوري دي لو كانت فعلا على ويجز هو ويجز. فكون ان انت تنط في الحوار، انت بجد مش عارف برضه اكمل كلام من غير ما اشتم. الموضوع مستفز جدا. انا اقبلها من واحد مثلا بيراب، اقبلها من واحد صاحب واحد بيراب، فاهم؟ انما انت بتعمل ايه يعني؟ انت لو حد هيدسك ليه او هيبقى منتظر منك رد ازاي يا جدع؟ والله العظيم انا بحس الشخص ده مخنث اصلا يعني بقى. المهم سانتا نزل ستوري ووضح فيها ان هو ما كانش يقصد ويجز بالستوري اللي نزلها، وان دي كانت مجرد ستوري بيحضر بيها للتراك. الواحد بيحاول يبقى محترم على اليوتيوب، بيحاول ما يقلبش بهجة صابر سواء على اشباه الفنانين دول او على الجمهور المتناقد بشكل مش طبيعي. لو كان العكس هو اللي حصل، كان مثلا حد شتم ابي يوسف فسانتا رد، كان هيبقى فيه هجوم مش طبيعي على سانتا. انت بتدافع له ليه؟ انت بتطبل له، انت الجارد بتاعه، انت مش عارف ايه، وانت حكاك وانت. لكن لما العكس اللي حصل، الشخص ده اتكلم عن سانتا، ما شفتش ردود الافعال دي الصراحه. فانتوا ايه؟ انتوا فين؟ حاجات زي دي اللي بتخليك تبقى عايز تخرج من المجال ده خالص، عايز فاهم تبعد دماغك عن كل القرف ده وكل برضه بحاول ما اشتمش. فما علينا، مش محتاج ان انا اتكلم ولا اطول في الفيديو، في محتوى كده كده. فانزل اعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس تبعنا على الانستجرام، وايه يلا بينا نبدا. ساعات بألف الكلام بتنقل منه زي حمام، ألبوماتي راب وراس بسجل على شريط الحمام. طيب بيبدأ التراك بتشبيه جامد قوي، بيقول لك ساعات بألف الكلام بتنقل منه زي حمام، بيشبه الشخص اللي هو بينقل الكلام بالحمام الزاجل اللي هو كان بيبعته معاه رسايل بينقلوا بيه الكلام حرفيا، فاهم؟ او ممكن يكون يقصد الشخص اللي بيشف او بيسرق البارات وبعدها بيعمل وورد بلاي، بيقول لك بسجل على شريط الحام. كلمة شريط هنا فيها وورد بلاي زي ما قال شريط الحام، وفي نفس الوقت ايه؟ شريط التسجيل. اكلي بس تمام بحرف عطف خ ولام، باكل امسيس مزيج بالشطه شنطه فيها بريم بحرف عطف خ ولام، حط الواو اللي هي حرف العطف ما بين الخ واللام. والبار اللي بعده رايق قوي، بيقول لك بياكل الامسيز وحاطط عليهم شطه، فاهم؟ والشنطه هنا عمل انترنال رايم، شطه وشنطه فيها بريم اللي هو اسم التراك، اللي هو البرشام اللي بيعالج الغثيان ده. فيقصد ايه بقى من كل البار ده؟ ان الامسيز بيصيبوه بالغثيان، فاهم؟ فبار واحد قال لك بيه ان هو بياكلهم وفي نفس الوقت ان هم بيصيبوه بالغثيان، عشان كده بياخد بريم. بتحب التانية الاهتمام، امور حمير محتاج زمام، نفسي اقول لك لما اشوفك النظافه من الايمان. قال لك واحده امور حمير محتاج زمام، اللي هو فاهم من زمام الامور، فاهم؟ نفسي اقول لك لما اشوفك النظافه من الايمان. مش حاسه الصراحه فكره ان هو محتاج ينضف، بس حاسه برضه ضعيف يعني، مش عاجبني. والريمات رغم ان انا مش حاببها الصراحه بس هي جامده يعني. انا ما بحبش كفه الام دي او الان، فاهم؟ بحس انها سهله وممله بالنسبه لوداني، بس في نفس الوقت هي مش سهله. ليه؟ لان هو هنا ما قالكش ام وخلاص، لا هو بيقول لك حمام لحام، فاهم؟ ففي 3 حروف مش حرفين بس، مش الام بس، لا احنا معانا الحام كلها. وفي الاخر برضو معانا زمام وزمان، فاهم؟ حرفيا هي نفس الكلمه، فرق النون والميم. وسوزان برضو 3 حروف من الرايم، واوزان نفس ال3 حروف في الزان، فاهم؟ فهو مش سهل، هو مش رايم سهل، بس ما تعرفش هي وداني اتسستمت ان اي انا اوام انا ما بحبهاش. اوزان بقالي حبه موقف جيم بلعب بالقافي اوزان. اوزان بمعنى اوزان حرفيا، وفي نفس الوقت اوزان اللي هي قوافي. شدت ترحالي انسى انك تكون في بالي، جيت دخلت محل شفا اسهل هل العرض جاري. هنا برضو وورد بلاي في كلمه محل شفقه، هي الكلمه على بعض، محل شفقه اللي هو مثير للشفقه يعني، وفي نفس الوقت
محل حرفيا، عشان بيقول جيت دخلت محل اسال هل العرض ساري او جاري، يعني هو قالها جاري بس هو كتبها ساري. ناس بتجري من الاتاري، ناس بتلعب بالاتاري، مهما تكتر الماسكات انسى انك تكون جيم هنا كاري. هو قال 2 اتاري، اتاري اللي هي اللعبه واتاري اللي هي عربيه البوليس او البوكس ايا كان. وجيم كاري هو ممثل كان بطل فيلم ماسك، فهو هنا بيقول لك ايه، مهما تكتر الماسكات انسى انك تكون جيم كاري. بختك مال بكره ترجعوا تعملوا راب زي الكلاب وبقول سانتا قال. بختك مال ده البار الوحيد تقريبا في التراك اللي ينفع نقول عليه نكش. هو مش عشان قال بختك وويجز عامل تراك اسمه البخت يبقى هو هنا بيتكلم عن ويجز، بس البار اللي بعده هو اللي بيخلينا اقول ان البار ده ممكن يكون في نكش الويجز، هو نكش من تحت لتحت مش نكش صريح. بكره ترجعوا تعملوا راب زي الكلاب وبقول سانتا قال، البار ده يمشي جدا برضه على عفروتو لان هو مودي اكتر في حته المهرجانات. اللي سانتا عايز يقوله انك هتقعد تعمل هتات وتراكاتك هتنجح بس نجاح مؤقت، ولا هتعرف تكسب من التراكات دي جمهور ولا هتستفاد منها حاجه على المدى البعيد. فايه اللي هيحصل؟ مره في مره هتلاقي الارقام بتقل والفيوز بتقع في الارض. واديك شفت امبارح البوم ويجز، زي ما قلت لك لا الكلام ده حاسس ان هو لاقي على عفروتو اكتر. فالفكره ان هو بيقول ان هم بعدوا عن الراب عشان الارقام، بس في الاخر هيضطروا يرجعوا للراب عشان جمهور الراب هو اللي ثابت. الجمهور التاني ده بيدور على اي ترندات. النهارده المهرجانات ترند هيسمعوك لما تعمل مهرجانات، الدريل ترند هيسمعوك لما تعمل دريل. الترند هيتغير هيبطلوا يسمعوك وهيسمعوا غيرك، هما مش جمهورك انت، هما جمهور الترند. مهرجان الدنيا شمال في ايدي شال، كلامي حجازي متقال، عندي ايد تشيل مدرج قلت حجازي مش هلال. مهرجان الدنيا شمال هو مهرجان كان نزل من 11 سنه، وحجازي متقال هو مغني دايما بيلبس شال فاهم، وهنا هو بيعمل وورد بلاي باسمه حجازي متقال، هو بدا البار بكلامي متقال فاهم. والبار اللي بعده مش فاهم قوي بس غالبا يقصد احمد حجازي لان احمد حجازي كان بيلعب في الاتحاد، هو بيقول قلت حجازي مش هلال، الهلال اللي هو منافس الاتحاد في الدوري السعودي. الجرثومه من زمان جوه بطني في ديدان، فانت تنسى يا ابن الورمه اني ابلع الكلام. هنا بار صايع حته ان هو يبلع الكلام، ان هو ياخد الكلام ويسكت او ما يردش عليه، وفي نفس الوقت يبلعه حرفيا عشان هو لسه بيقول جوه بطني في ديدان. وحته كمان يا ابن الورمه فاهم، حاسس انها جايه في نص الامراض دي كلها، الجرثومه والديدان فاهم انت. ده مزيج بين نسيج ومزيل العرق، احسن واحد رابها فيك ومش بسير الجد. طبعا مزيج ونسيج ومزيل كمان، التلاته دول انترنال رايم. من تشرين في المجال نيتروجين في الهواء، انتوا كتير انتوا شرين بالهبل. النيتروجين نسبته تقريبا 78% في الغلاف الجوي، يعني هو اكتر غاز منتشر في الغلاف الجوي، فهو بيشبههم ان هم منتشرين في المجال زي ما النيتروجين منتشر في الهواء. ومش فاهم البار بتاع شيرين الصراحه، بس المالتي سرابل جامده قوي، انتوا شيرين ومنتشرين. بطني قلبه يعني ساعه اديك لو انت تراب وتاخد حبه من الاذاعه. هنا وورد بلاي جامده قوي، بطني قلبه اللي هي بطني مقلوبه، ودي حاجه انا حاببها في التراك، ان انت كل شويه قاعد بتلف وتدور حوالين نقطه معينه، وهي نقطه ان هو عنده مشاكل في بطنه. انا خلاص صدقت ان هو عنده مشاكل في بطنه، والله اعلم اذا كان ده صح ولا لا ما اعرفش، بس فاهم ده البار الثالث او الرابع اللي بيتكلم فيه في نفس النقطه. بقول لك بطني قلبه وقلبه اللي هي نوع السعاده. جيت كسرت عظمك والمره دي مش اشاعه، عملت الاكس راي شيك وحرب فنت. هنا وورد بلاي جامده قوي، جيت كسرت عظمك والمره دي مش اشاعه. وورد بلاي في كلمه اشاعه، الاشاعه بتتعمل عشان تشوف الكسر اللي في العظم، في نفس الوقت الاشاعه اللي هي الاشاعه اللي هي الخبر اللي مش حقيقي فاهم. بيقول لي انا كسرت عظمك بجد ده مش اشاعه، وخصوصا ان هو بعدها بيقول لي عملت الاكس راي فاهم، فبيأكد على المعنى بتاع الاشاعه. لو هترفع صبعك انسى انك تلاقي دراعك، كلت كتير من الشارع عندي منكو ياض مناعه. البار ده جامد قوي، كلت كتير من الشارع عندي منكم ياض مناعه، اللي هو عايز يوصله من التراك ده ان هو بيشبه الرابرز بالجراثيم. فهنا بيقول لك كلت كتير من الشارع عندي منكم ياض مناعه. اكل الشارع عموما بيوجع البطن، بس لو انت بتاكل من الشارع كتير بطنك مش توجعك هتتعود. فهو برضه هنا في البار ده بياكد على الفكره اللي كررها كتير قوي في التراك ده، وهي ان الرابرز بيجيبوا له غثيان فاهم، زي اكل الشارع كده لما بتاكله بتحس انك عايز ترجع. بس هو في البار ده بيقول لك لا ان هو خلاص بقى عنده مناعه. جماعه ما فيناش شيء مماثل، اهلا بيك في اهدى مكان في العالم انت والمراسل. هنا بيتكلم عن المشهد المشهور في فيلم جلال البان التالي لما محمد هنيدي كان مراسل وقال ان هو في اهدى مكان في العالم. او ياسين انا اسف، او ياسين انا اسر، بتعامل كالوزاره واخد منكم كتير نماذج. هنا وورد بلاي جامده بس اتقالت في تراك مدد بتاعت ياسين انا اسر، فكره اسر ياسين وفي نفس الوقت الراب سين، بس هوك كان قالها في مدد زي ما قلت. بس البر اللي بعده فيها وورد بلاي جامده وجديده، بيقول لك بتعامل كالوزاره واخد منكم كتير نماذج. فهنا كلمه نماذج فيها وورد بلاي، نماذج اللي هي من نماذج امتحانات وكده، عشان بيقول بتعامل كالوزاره. هوندا سيفيك فكك من اللوندا سمك، مش بحب افايت اي حد قلنا يا اسطى. سيرابو الرايقه قوي هنا، هوندا سيفيك فكك من اللوندا سمك، وبيقول لك ان هو تانك ما بيحبش يعمل فيت مع اي حد فاهم، عشان كده الفيتشرز اللي سانتا بيعملها قليله، معظمها مع ابي وابو الانوار والمكسيك عموما يعني. بقالي كتير في الشارع غصب عني طلعت حرج، بقالي كتير بديك الفندق على الروشته، لو انت كنت ايطالي انتر كنت نكت.
هنا بيقول لك بقالي كتير في الشارع غصب عني طلعت حرك. الجمله لما اسمعها بقالي كتير في الشارع اللي هو واقف مستني حاجه او مستني حد، بس اقصد بقاله كتير اللي هو بقاله زمن، بقاله من هو صغير مثلا متربي في الشارع، فالشارع خلاه حرك، خلاه بيعرف يتعامل. والبار اللي بعده حاسه عميق شويتين، لو انت كنت ايطالي انتر كنت نكتك. طبعا دي وورد بلاي على كلمه انتر كونتيننتال اللي هو الفندق، بس اصلا الفندق ده مش ايطالي، الفندق ده بريطاني، فكده برضه في وورد بلاي في كلمه انتر اللي هو نادي الانتر. وشك احمر وازرق الوانك عالباليتا، لعبك بالقشاط يعني نازل عالبافيتا. هنا في وورد بلاي في كلمه قشاط، الطفل لما بيريل على البافيتا ده بيبقى اسمه قشاط تقريبا يعني، فالمعنى واضح من كلمه بافيتا فاهم. ومن كلمه العبك قشاط بقى لها معنى تاني اللي هو في الطاوله. تيجي ما تلاقيش بفاط وشيش وبيش، 5 صوابع ايدي ووشك هو الفيش. بار جامد قوي، بيقول لك 5 صوابع ايدي ووشك هو الفيش، درس في صياغه البارات. في الفيش والتشبيه انت لازم تبصم بصوابعك 5 على الفيش، فهنا يقصد ان هو بيضربه بكف على وشه بصوابعه 5 زي ما يكون بيبصم على الفيش. بارز مين بسيفك ده انت فرخه فين الشيش، عليك تراب اسمك جديد زي طقم جوه النيش. هنا برضه وورد بلاي في كلمة الشيش. الشيش هي رياضة اللي هي المبارزة بالسيوف، عشان كده بيقول بتبارز مين بسيفك، وفي نفس الوقت يقصد شيش طاووق عشان بيقول انت فرخة. بعدها بيقول عليك تراب اسمك جديد زي طقم جوه النيش، بيشبهه بالطقم اللي في النيش ان هو بيبقى جديد وفي نفس الوقت مطرب لان هو محدش بيقرب منه. براب عشان السانتوس وحتى بالاماره، تراك من غير كورس وادلبس جيفورا. التراك ده وكتير من تراكات سانتا ما بيبقاش فيها كورس ولا فيها ادلبس، والحاجتين دول هما من اكتر الحاجات اللي بتنجح التراكات. يعني معظم التراكات انت بتفتكرها بسبب الكورس بتاعها او بتعلق معاك بسبب الادلب، بس سانتا مش محتاج ان هو يعمل ده، كل بارات التراك عنده جامده، فمش محتاج ان هو يعمل لك كورس يعلق معاك عشان تفتكر التراك، لا هو بيتحدى القاعده دي بان هو يعمل تراك من غير كورس ولا ادلب. وهنا بيقول تشي تشي فاهم اللي هي صوت الاقلام اكنه بيلطش له بالاقلام، وفي نفس الوقت تشي هو اول اسم في اسم جيفارا واسمه تشي جيفارا، فبار رايق قوي الصراحه. طيب هنا بقى نقف وقفه مهمه جدا، هل التراك ده في حاجه واضحه وصريحه على ويجز؟ لا. هل اصلا في نكش الويجز؟ انا ما لقيتش غير هو بار واحد اللي ينفع نقول عليه نكش الويجز. طيب ايه بقى اللي يخلي بيجات الراب تنزل وتقول ان سانتا نزل ديس على ويجز؟ في ناس اصلا بتاخد بجاس الراب ثقه، ناس بتاخد الكلام اللي بتشوفه على الاخبار هو ده اللي حصل، حتى لو سمعوا التراك وما لقوش فيه ديس، بس لا هو خلاص البيج قالت ان هو ديس يبقى ديس. فليه يعني ليه انت بتقول حاجه زي دي؟ ليه بتنزل خبر زي ده؟ حاجه قمه عدم الاحترافيه يعني. مش عايز احط البيج اللي نزلت الخبر عشان مش فاكر اصلا مين البيج ومش مهتم وبس، انا هديت دلوقتي بس مش هغير حاجه في المقدمه، هسيبها زي ما هي. ويمكن السبب اللي خلاني متضايق مش حته والله انحياز لسانتا مثلا، هي فكره ان انا بحس بغيره على الراب. فلو انت حد قديم في الراب سين وهتشتم اي حد انا بحبه انا ما عنديش مشكله قشطه، لكن انت لو واحد من بره انا ما بعترفش بيك فاهم. فده السبب ان انا ما بطيقش الشله دي. خش عند اي بيف عندي هتلاقيني هادي جدا ومش متعصب لحد. لو راب قدام راب انا عادي جدا، بس لو اشباه فنانين قدام راب الموضوع بيبقى مستفز شويه. هو بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك، تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس، تابعنا على الانستجرام. اشوفكم في فيديو جديد،